سلام عليكم. رقبة الست العجوزة، وده كان أغرب اسم سمعته في حياتي لأساور الست. طبعا أي حد بيشوف أساور الست بيعتبرها من الحلويات اللي ما ينفعش يعملها غير الناس المحترفة أو الحلواني، ولكن معايا أنا الصورة دي هتختلف تماما. أول حاجة، عجينة الجلاش بتاعتي بتبقى جاية عبارة عن مستطيل يعني يعتبر كبير، فاحنا أول حاجة بنقسم المستطيل بتاعنا بالنص بالظبط بحيث إن هو يديني مستطيلين صغيرين. أهم حاجة لما أجي أشتغل في عجينة الجلاش لازم على طول احطها جوه فوطه واقفل عليها كويس قوي بحيث ان انا اتاكد ان هي مش هتنشف مني وتتكسر. بعد كده هبتدي ان انا اسيح السمنه بتاعتي عشان طبعا اسهل على نفسي وانا بدهن بيها، وبعد كده هبتدي اول حاجه ادهن الصينيه اللي انا هشتغل فيها سواء من القعر او من الجوانب. طبعا الصينيه بتاعتي زي ما حضرتك شايفه معايا حفتها قصيره، ودي احلى صينيه ممكن يتخبز فيها اساور الست. ركزي بقى معايا هنا هنعمل الاساور ازاي. بستخدم ورقه واحده في كل مره، وطبعا بقفل على باقي العجين كويس قوي. هبدا اول حاجه ان انا ادهن نص المستطيل اللي قدام الاول، طبعا هي دهنه خفيفه جدا، وبعدين هبتدي ان انا اتني المستطيل بتاعي على 2 بحيث ان يبقى عندي الناتج مستطيل اصغر من المستطيل الاولاني. هدهن بقى المستطيل بتاعي مره كمان من فوق بالشكل ده كده، برضو الدهانات كلها يعني كميه صغيره من السمنه. وبعد كده بقى باي اداه عندي الشبه دي كده، ممكن حتى قلم رصاص مثلا، هبتدي بقى ان انا الف عليها الاساور بتاعتي. اهم حاجه هنا ان اللف بتاعي يكون مهوي، لو عملتيه يعني ماسك نفسه هتتقطع منك ومش هتعرفي تطلعيها. وهوقف لف لما يبقى باقي كده حوالي 2 سم، وده مهم جدا عشان تديني القعر. وهبتدي ان انا اكرمش من الناحيتين لاقصى درجه ممكن. ليه بقى؟ لان احنا مش شغالين بعجينه بقلاوه اصليه اللي هي بتكون اطرى بكتير من عجينه الجلاش. هتلاحظي ان هي بتفك شويه بعد لما بتطلعيها من العصايه، عشان كده لازم اكرمشها لاقصى درجه ممكنه. طبعا بقى هلفها بالشكل الدائري المعروف، وبعدين اما اجي احطها بقى في الصينيه بتاعتي مهم جدا ان انا احطهم يعني لازقين في بعض قوي بحيث ان هم ما يتفتحوش منك، سواء كان في الوقت اللي انا بعمل فيه باقي العجين او حتى في الفرن. كده هيبقى فاضل خطوه اخيره قبل دخول الفرن، وهي ان انا هدهن السطح بتاعهم بدهنه اخيره من السمن. انتوا هتلاحظوا ان انا قلت كذا مره دهان بالسمن، ولكن حرفيا الوصفه دي مش بتحتاج كميه كبيره، يعني الوصفه كلها اخدت مني حوالي 100 جرام سمنه اللي هم اقل من نص كوبايه. بكون بقى مسخنه الفرن بتاعي على 180 درجه مئويه، بدخل الصينيه بتاعتي في الرف الاوسط. طبعا بكون مجهزه من قبل كده الشربات التقيل البارد، يعني بيكون بدرجه حراره المطبخ، ويكون زي شربات كده الكنافه والقطايف واي مكسرات بقى موجوده عندنا. شايفين بقى شكلها طبعا في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم بقى كمان الطعم في حته تانية وهي لسه سخنه. لازم احط الشربات بتاعي طبعا التقيل البارد عشان خاطر تتشربوا في المرحله دي. واحلى حاجه لما بنعملها في البيت كمان بنتحكم في كميه الشربات اللي احنا بنحطها. بعد كده هبتدي بقى ان انا احط المكسرات بتاعتي. هنا على فكره ممكن مش نفس نوعيه المكسرات تستخدميها، ممكن حتى تستخدمي مربى حليب، نوتيلا، كريمه فستق، يعني اي حاجه موجوده عندك في البيت هتفي بالغرض جدا وهتديكي نتيجه اكثر من رائعه. اخر خطوه بحب كمان احط زي نقطه كده شربات على المكسرات نفسها عشان تبقى كلها فيها يعني شربات وبتبقى بالجمال دوت. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي احلى حاجه فيها ان كميه قليله جدا من الجلاش، انا ما استخدمتش حتى لفه الجلاش كلها، وكميه صغيره من السمن ومن المكسرات بتديكي الكميه الكبيره دي، وبتكون شكلها يعني زي المحلات وحاجه كده وهم. جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه، وبالصحه والهنا.